كيلو ذراع تنجموا تعملوا حكة شامية معبية بغريبة الذراع، حاجة بنينة برشا لسهرية رمضان إن شاء الله، وزيد ما يتكلفش برشا. وأهم حاجة نغربلوا المكونات الكل: كيلو ذراع، طل فرينة، 250 جرام سكر، ساشي خميرة متاع جاتو، و100 جرام جلجلين. ومن بعديكا نعملوا عصرة القارص هي اللي باش تعطينا أكد تشقيقة من فوق، ومن بعد نلموا بزيت زيتونة، وإلا كان ما تحبوش زيت نباتي أما ننصحكم بزيت زيتونة. نقعدوا نزيدوا في الزيت ونلموا بشوية بشوية. أنا خذيت لي 550 مليلتر، معناها نص لتر و50 ملي، وراهي باش تجيكم ما تخافوش منها، تجيكم هكا مفرفرة شوية، تنجموا تعجنوها بيديكم، ولا كان عندكم الماكينة هذيك متاع اللحم تعملوا لها راحيتين حتى لين تقر زيتها. ومن بعد زدتها 100 جرام لوز مقصوص هكايا قطع، ومن بعد باش نصبتها بالكدا بالكدا في البلان تاعي حتى تقر زيتها. وكي نجي نخدم الطرف اللي باش نخدمه نقعد نخدم فيه بداية نسخنه ونحلو بالسياسة ما بين طرطش صوابعي، والا كانت نجموا بقلب المقروض هذيك تعاونوا. ومن بعد رشيت شوية لوز وجلجلين في الوجه، ونزلت عليها بشوية بالقالب متاع المقروض، ورتبت الجناب ونحطوها في طبق بالبابي كويسون. والفور ديجا سخنيه على 140 درجة باش ندخلوها الطيب، راهي تاخذ راحتها في الطيب حتى لين تحمر. شوفوها من لوطا كيفاش تولي وتبدا هكا مشقه من فوق، راهي معناها بدات الطيب. وبعد ما تبرد نجيبوا الحكوك نتاعنا نتاع الشاميه، نحطوا فيهم كعبه غريبه الذراع، ما بيناتهم ساشي اليمونتير، وتاكلوا ابن غريبه الذراع. الوصفه هذيا نتاع حميتي من اللي ذقتها عندها وليت نموت عليها غريبه الذراع، جربوها باش تعجبكم برشا برشا. وراني مانيش نسيتكم في غريبه الحمص، استناو الفيديو الجاي ان شاء الله فيه التفاصيل الكل.